الفريق الوطني المغربي لابد أن نشير أنه منذ التأهل لهذا الشان واللي كانت مقررة بالجزائر، الفريق الوطني استمر في الاستعدادات نتاعو. ونقول لكم بأنه في هذا الوقت هذا الفريق الوطني مازال تيستعد بمركب محمد السادس لكرة القدم، ونظمنا مجموعة من المباريات الدولية الحبية، آخرها كان ضد إثيوبيا في مباراتين، وقبلها كانت السنغال. هذه كلها مباريات واستعدادات تجريها الفريق الوطني، أولا للمشاركة، وثانيا للدفاع عن لقب الشان اللي فاز به الفريق الوطني لدورتين متتاليتين، سواء الدورة نتاع 2018 اللي تمت في المغرب أو 2020 اللي كانت بالكاميرون. وبالتالي فالفريق الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إرادتها وتصورها كان واضح. نحن مشاركين، والدليل على أننا لعبنا وكيف قلت هيئنا وما زلنا نهيئ. الشيء الوحيد اللي اليوم معرقل هذه المشاركة هي الإجابة نتاع الأجهزة المنظمة باش الفريق الوطني المغربي لكرة القدم يقدر يسافر ويتنقل لقسنطينة باش يلعب المباريات نتاعو.